عليكم وطيب الله أوقاتكم بكل خير متابعي ومشاهدي قناتنا. في هذا الفيديو سنتحدث وإحنا مغلوبين ومقهورين على خسارة منتخبنا الوطني من منتخب تايلاند بنتيجة هدف دون مقابل. لكن هناك شيء أريد أن أتحدث به. إذا لم يكن الاتحاد الآسيوي هو المسؤول عن الفضيحة التحكيمية التي حدثت والمهزلة التي حدثت اليوم ضد منتخبنا الوطني للناشئين، فمن هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ بالله عليكم، هدف أول صحيح لمنتخبنا الوطني 100%. أتحدى أي فار أو أتحدى أي حكم أو أتحدى أي شخص يقول إن الهدف مش هو صحيح. إلى جانب هدف منتخب تايلاند بلمسة يد وأيضا تسلل. من يتحمل هذه المسؤولية؟ من سيتحمل؟ الاتحاد الآسيوي دائما يحارب منتخبنا الوطني. البعض يتذكر منكم في عام 2008 حين وصل منتخبنا الوطني لناشئين إلى هذه المرحلة وفاز على منتخب اليابان، وكان سيواجه منتخب السعودية، لكن قالوا منتخب اليمن فيه أحد تجاوز السن القانوني وأخرجوا اليمن من البطولة أو من دور الربع النهائي. أيضا هناك هجمة منظمة من قبل الاتحاد الآسيوي ضد منتخب اليمن، ابتداء من الفحوصات التي يفعلها الاتحاد الآسيوي ضد لاعبي منتخبنا اليمني بذريعة المنشطات. أتحدى الاتحاد الآسيوي إن قد خرج منتخب أو خلى منتخب يقادر البطولة بسبب إن به لاعب تجاوز السن القانوني، باستثناء منتخب اليمن للناشئين. هناك هجمة منظمة وشرسة ضد المنتخب اليمني من قبل الاتحاد الآسيوي نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالرغم أن منتخبنا اليمني اليوم كان الأداء سلبي، كان أداء بالشوط الثاني اللعب بعشوائية وبأنانية وبدون جماعية، وأيضا هناك ضغط على المنتخب اليمني. لكن ننتظر المباراة القادمة، مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب إيران أو كوريا الجنوبية. ركزوا معي، إيران أو كوريا الجنوبية سيلعبون يوم غدا الخميس إن شاء الله. الفائز منهم سيواجه منتخبنا الوطني للناشئين. هل ستتكرر هذا حادثة اليوم وسيستمر الاتحاد الآسيوي بالظلم التحكيمي ضد منتخبنا الوطني للناشئين، أم سيراجع الاتحاد الآسيوي نفسه؟ عموما ننتظر المباراة القادمة إن شاء الله، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله يلعبوا إن شاء الله في المباراة القادمة يلعبوا المنتخب بجدية، وعكس هذه المباراة الأداء كان سلبي، لكن نشتي أن المدرب يتدارك الموضوع. ولمن يحسب أن منتخبنا اليمني سيواجه منتخب كوريا أو منتخب إيران، ونشتي أن منتخبنا الوطني يواجه قطر، مش على مزاجك. لازم ما يلعب منتخبنا الوطني مع منتخبات قوية مثل منتخب إيران ومنتخب كوريا ومنتخبات أقوى. كيف تشتوا؟ عاد إحنا نتأهل نهائيات كأس العالم، عاد إحنا نريد التأهل إلى نهائيات كأس العالم، لا داعي للخوف. منتخبنا إذا لعب بجدية وبوتيرة عالية فإنه سيتمكن من تجاوز الخصم أيا كان، سواء منتخب كوريا الجنوبية أو منتخب إيران أو منتخب قطر أو أي منتخب. يجب على منتخبنا أن يلعب بجدية، ويجب على المدرب أن يلعب بتكتيك عالي، وسيتجاوز منتخبنا الخصم أيا كان. دعونا ننتظر يوم غدا إن شاء الله، وسنوضح لكم التفاصيل كاملة، تفاصيل مباراة إيران ومنتخب كوريا الجنوبية، المباراة الفاصلة والتي ستحدد من هو المنتخب الذي سيواجه منتخبنا الوطني للناشئين في دور الربع النهائي، المباراة الفاصلة التي ستؤهل أحد المنتخبين إلى نهائيات كأس العالم. هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو، وبالأخير تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.